يا مساء الفل والجمال على عيونكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بألف خير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى ده روتين قبل رمضان بيوم او وقفة رمضان. الروتين ده عملته يوم الأربع بالليل، يعني انا هبدأ معاكم كده اول يوم رمضان من قبلها بيوم. يعني هنبدأ من التجهيزات والسحور والفطار وكل حاجة، يعني هقول لكم كده انا بعمل ايه في الروتين بتاعي كل سنة من قبل رمضان بيوم. اول حاجه قبل رمضان بيوم انا بجهز الفطار، ودي عاده عندي ان انا بجهز قبليها الفطار، لاني انا عندي عاده بعمل محشي زي تلات ارباع الشعب المصري طبعا بيعمل محشي في رمضان اول يوم. قليل قوي مثلا اللي بتلاقيه كسر القاعده وعمل حاجه تانية غير المحشي. فانا كل سنه اول يوم بحب ان انا اعمل انواع المحشي الحلوه ديت، وبصراحه الحاجات دي كلها بتنفعني لتاني يوم. تاني يوم بقى ببقى مش مأنتخه، لا يعني برضو بعمل حاجات بصراحة، وممكن مثلا لو حاجة خلصت بزود عليها، لو حاجة قليلة بزود عليها، ولكن ما بيبقاش بتعب أول يوم بصراحة. واليوم ده كمان كان تعب جدا، لأن أنا ساعتها نظفت الشقة وعلقت الزينة، وكنت مكلمة حد انه ينظف لي الخضار. بصراحة نزلت اخدته منها، من اللي بتنظف بصراحة الخضار هنا، الله يبارك لها يا رب. بصراحة نزلت اخدت منها الخضار، وعاملة لي كده البتنجان والكوسة والفلفل، حاجة كده جميلة وصغيرة كده، وعاملة حاجة عسل بصراحة. فاليوم ده كان تعب جدا 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 جدا، بس بصراحة يعني انا استمتعت ان انا اعمل الحاجة كده وانجز الحاجة بتاعتي، وما يبقاش الوقت معايا ضيق يعني. اول حاجه بعد ما عملت الشقه وفرشت الزينه وصورت لكم فيديو الزينه وظبطت ومنتجت وكل حاجه، قلت بقى اعمل ايه، ادخل بقى على المطبخ وابدا العركه بتاعتي. وعايزه اقول لكم ان العركه دي بادئاها تقريبا حوالي الساعه 10 او 11 بالليل والله. يعني تخيلوا بقى انت بادئه محشي الساعه 10 بالليل يعني، وهتعملي لسه تسبكي وتخلصي كل حاجه. بس الحمد لله يعني ربنا قدرني بصراحه. اول حاجه مسكت المحشي كله زي ما انتم شفتوا كده، وغسلته غسله حلوه، وكمان سبته في مصفى ان هو يتصفى. طبعا المحشي كان طازه وكان زي الفل بصراحه، يا دوبك انا بس غسلته كده وظبطته. وكمان الخضره كنت متفقه معاها ان هي تجيبها لي متقطعه. في ناس بتحب تغسل الخضرة سليمة، وفي ناس بتحب تغسلها متقطعة. طبعا هي أذواق وآراء، وأنا عادي بالنسبة لي أحيانا بغسلها سليمة لو أنا اللي جايباها أقطعها، ولما بكون جايباها متقطعة بغسلها وبنقعها كويس في مية في كذا يعني شوية حلوين لحد ما بتنزل الطين بتاعها كله، أو مثلا وصفتها كلها، وخلاص على كده. فهي بصراحة بتبقى زي الفل بصراحة، وانا مش اول مرة بعمل المحشي كده. وهي اراء برضو، يعني كل واحد بيحب يعمل الحاجة بالطريقة اللي متعود عليها، فانا مش بتفرق معايا يعني مادام انا بغسل الحاجة كويس جدا وبتأكد ان هي زي الفل. زي ما انتوا هتشوفوا كده، انا همسك الخضرة هخلي المية نازلة قشطة، يعني نازلة بيضة نظيفة خالص. وطبعا الحاجة اللي هم بارك يعني في السوق عليها ضغط، فاكيد الحاجة طازة وزي الفل، لان احنا عارفين احنا في الموسم خلاص بتاع المحشي والخضرة والكلام ده. ف... فالحاجة ما بتبقاش حتى بايتة، يعني الحمد لله الحاجة بتبقى زي الفل، فانا واثقة جدا من الحاجة اللي انا جايباها تمام. بعد ما غسلتها كذا مرة وكده، هنقعها بقى في شوية مية كده زي ما انتم شفتوا برضو، يعني هنحطها في مية تاني، وبعدين بقى روح حطها في المصفى بتاعتها لحد ما انزل كل الطين، وتخلي المية كده بتاعتها زي الفل وقشطة قدامي. عايزة اقول لكم انا كان نفسي جدا في المحشي جدا، وكل شويه اقول طب استنى شويه، طب اصبر شويه، طب رمضان قرب، طب اكله على رمضان عشان يبقى وحشني قوي على شوق ما اعملهوش دلوقتي واجي كمان اتعب تاني في رمضان واعمله، لان المحشي حتى لو انت هتجيبيه متقور جاف فهو غلبه بصراحه يعني. بعد كده بقى طلعت كيس ورق عنب من الاكياس اللي عندي في التلاجة. طبعا انا كنت مفرزاه ده من السنه اللي فاتت والله يا بنات، والله كنت مفرزاه من السنه اللي فاتت. انا السنه دي ما جبتش ورق عنب، والسنه دي اصلا ورق العنب غالي جدا، يعني لسه اول ما نزل السوق كان ب100، واليوم اللي هو الاربع ده كان ب70 جنيه. فالحمد لله انا كان عندي في الفريزر، وانا بفرزه اخضر مش بفرزه مسلوق خالص، يا دوبك بشيل العنقود الاخضر ده وبفرزه اخضر كده. وبعمله ازاي بقى، بحطه بتلجه كده، او لما يفك حاجه بسيطه قوي في طبق، وبنزل عليه بميه سخنه وشويه خل، وبعد كده لما بيفك خالص وبيستوي في الميه السخنه دي، باخده بغسله في تحت الحنفيه بيبقى زي الفل. ما بحطهوش حتى في ميه، يعني ما بحطهوش حتى في ميه على البوتاجاز، والله العظيم بيطلع كده فل، ولا بيبقى مهري ولا اي حاجه. كمان لان احنا عارفين ان التلج احيانا بيسوي الحاجه في الفريزر،
فكده كده انت بتبقي مخزناه بقالك شويه في الفريزر، فهو بيبقى اصلا يعني مش مجلد ولا اي حاجه. فانا بعمله بالطريقه دي، والله جربوه هيعجبكم جدا جدا. وعلى فكره في ناس كتير قوي بتفرزه اخضر، انا كنت بفرزه مسلوق، بس مؤخرا بقالي بتاع سنتين او ثلاثه بفرزه اخضر، يا دوبك بشيل العنقود بتاعه وبفرزه في اكياس كده. حتى ما بغسلهوش، ما بجيبش ناحيته ميه خالص، هو يا دوبك بحطه في ميه كده وطبق فيه شويه خل، وبعد كده لما بيستوي او ميته تبرد خالص باخده اشطفه تحت الحنفيه وخلاص على كده. هنا بقى كنت قطعت 3 بصلات حلوين كده للمحشي، وحطيتهم في الحله، وكمان هحط سمنه. تمام، انتي بقى بتحبيها بسمنه بتحبيها بزيت براحتك خالص، برضو المحشي ده انواع، بس انا بحب بصراحه المحشي اعمله بسمنه، وبحب الممبار اعمله بزيت. يعني بحب المحشي يبقى سمنته اكتر، والممبار يبقى زيت. فبرضو هي اراء وكل واحد حر. هنا بقى كنت حمرت البصلة بديها لون اصفر كده فاتح، ما بغمقهاش. وعايزه اقول لكم اني كنت بكلم في الوقت ده واحده صاحبتي، قالت لي بقى على تركايه كده الله يبارك لها بصراحه فرقت جدا. قالت لي لما البصلايه تصفر شويه حطي عليها كيس الصلصه اللي هي الصلصه المعلبه دي الاول، وبعد كده انزلي بالطماطم بتاعتك، ده بيخلي الصلصه تحمر اكتر. وبصراحه التركايه دي الله يكرمك يا ام هيمه فرقت معايا قوي. فعلا طلعت الصلصه معايا حمرا جدا، وانا اصلا من الناس اللي بكتر الصلصه والطماطم عشان بحب الخلطه تبقى حمرا. ف... فحطيت بقى كيس فعلا الصلصه على البصله، وفعلا اديته تقليبه كده حلوه، وبعد كده بقى نزلت باكياس الطماطم بتاعتي. برضو الطماطم دي على حسب الحريه، انا حطيت 3 اكياس من اللي كنت مفرزاهم في التفريزات معاكم اللي هي برنيكه الطماطم، وحطيت نص التوابل بتاعتي. بس عايزه اقول لكم والله ان الفيديو هنا فصل، الفيديو عمل معايا كذا حركه كده وانا بصور، انه كذا مره يفصل معايا والاقي الفيديو ما بيسجلش. انا بقى برضو بعمل حاجه، بحب احط نص التوابل والصلصه بتتسبك، والنص التاني بعد ما بتخلص. يعني هتشوفوا معايا لما الصلصه تتسبك برضو هحط نفس التوابل اللي انا حطيتها في الاول دي، بس يعني الفيديو ساعتها اتصور معايا وكمل معايا. هنا بقى كان ورق العنب خلاص استوى، فغسلته كده تحت الحنفية وهحطه بقى في مصفى يتصفى. وهنا بقى هغسل الرز برضو علشان يتصفى معايا، ولما اجي بقى احط الحاجة كلها يبقى كل الحاجة ما فيهاش مية. اهم حاجة ان الصلصة تظبط معاكي انك تكوني مصفية الرز خالص ومصفية الخضرة خالص، ما يبقاش فيها مية، علشان لو حطيتيها فيها مية هتلاقي الصلصة كده عملت مية وميميت كده معاكي، فاهمين؟ مش تبقى تقيلة. فاهم حاجه ان انتي تكوني مصفيه الرز والخضره تماما من الميه. تمام، فانا هنا برضو بغسل الرز كويس جدا وبتاكد ان كل النشا بتاعه كده نزل والميه بقت نظيفه، وبحطه برضو في مصفى وبسيبه يتصفى خالص. وببدا بقى ايه في الحاجه بتاعتي. يعني بصوا، الصلصه على النار. طلعت مثلا الكرنب وورق العنب من الفريزر عملتهم، يعني الكرنب كان بيفك وورق العنب سلقته. كنت غاسله يعني بتعملي كذا حاجه. وبصراحه احنا الام المصريه كده والست المصريه كده، واحنا لينا الجنه، وربنا يا رب يبارك لنا كلنا، لان احنا حرفيا بنتعب جدا. هنا بقى كنت بوريكم ان الرز والخضره خلاص اتصفوا خالص. هنا بقى بصوا الصلصه تقلت ازاي، تقلت قوي، اللهم بارك يا رب، تقلت تقلت. هنا بقى انا هحط 3/4 الخضره. تمام، قبل مش هحط الخضره كلها، هحط 3/4 وهحط الرز وهقلب. هرجع بعد كده اكمل بقيه الخضره، احسي لا ان هي محتاجه خضره تاني. وانا بقى بحب المحشي يبقى خضرته كتير، انا بحب المحشي خضرته كتير، ما بحبش الخضره قليله. هنا بقى احط التوابل اللي انا حطيت نصها في الاول. حطيت ملح وفلفل اسود، وطبعا الكمون، الكمون بيودي خلطه المحشي في حته تانية خالص. وشويه بابريكا او فلفل اللي هو الاحمر، وكمان شويه شطه، برضو الشطه دي اختياري وبراحتك خالص. وانا بس بقى بقلب الخلطه حمرا حمرا، انا بحب كده، انا بحب الصلصه تبقى كده. وفي الاخر حطيت قد معلقتين زيت كبار كده علشان الرز يبقى مفلفل معايا وما يبقاش معجن في المحشي. هنا بقى هكمل بقيه الخضره، اللي هو شويه صغيرين قد كبشتين كده كانوا فايضين من الخضره، حطيتهم بقى لاني حسيت ان الخضره مش باينه قوي في المحشي، وانا بحبها زياده شويه. جربوا يا بنات خلطة المحشي دي والله العظيم بتبقى تحفة. بصوا اللون احمر وجميل ازاي، تاكليها نية والله العظيم من جمالها تاكليها نية.
عقبال بقى ما تبرد هكون عملت الخشاف اللي انا بحب افطر عليه اول يوم رمضان. غسلت البلح اللي كنت مفرزاه معاكم في رمضان، اللي قبل رمضان لما كنا عاملينه مع بعض، وكمان حطيت شويه من المكسرات اللي كنت مجهزاها معاكم، وشويه من التين والمشمشاه والقراصية اللي كنا برضو مقطعينها. وقلت لكم الحاجات دي بتسهل عليا جدا في التلاجة، في ثواني بكون عملت الخشاف. وبحط بقى السكر على حسب الرغبه بتاعتي، وكمان بنزل بقى بالميه، الميه لحد ما تغطي البلح او تعلى شويه، لان هو لما بيطرى في الميه بتاعته في التلاجة بيشرب من الميه دي. فلو عايزه تكتري الميه شويه كتريها. الخلطه دي والطريقه دي هتاكلي شويه خشاف عسل، والله العظيم شويه خشاف حرفيا عسل. شويه المكسرات اللي احنا كنا مجهزينهم مع التين والمشمشيه والقراصيه مع البلح مع الميه مع عسل عسل عسل، من غير اي اضافات تاني. عايزه تحطي قمر الدين حته حطي، مره تانية هعملها معاكم بقمر الدين. هنا بقى كنت مقطعه فلفل وطماطم وبصل، بحب احطهم في ارضيه الحله بتاعه المحشي. اول حاجه بيدوا طعم حلو قوي للمحشي، تاني حاجه مش بيخلوا المحشي يلزق، يعني المحشي ما يلزقش منك في الحله. ولما بيستووا تاكليهم مع المحشي بيبقى طعمهم حلو قوي. واهم حاجه ان هم يمنعوا المحشي بتاعك ان هو يلزق في الحله، دي اهم حاجه. هنا بقى حطيت كده شويه خلطه في طبق كده علشان تبرد، يعني يبقى شويه بشويه كده، وهبدا بقى ان انا احشي. طبعا المحشي ما شاء الله كتير، اللهم بارك يا رب وبألف هنا يا رب على اللي هياكل. عايزه اقول لكم ان انا تعبت وانا واقفه، فلقيت حسبتها مع نفسي، لقيت لا مش هقدر ان انا احشي الكميه دي وانا واقفه، هبقى انا كده حرام حرفيا، وهبقى تعبت ومش هقدر. فقلت لا، قلت يعني بصوا انا هحط شويه كده معاكم في الحله، وبعدين هبتدي ارمي بقى في الحله. قلت هرص بعدين لان هفضل ارص وحنتف في الحله وانا واقفه كمان، فقلت لا هنجز وقت كده وارمي كده في الحله، وبعد كده بعد ما اخلص خالص ابدا بقى ارص بقى المحشي كله. برضو هتشوفوه معايا دلوقتي. يعني انا اصلا هفصل الفيديو بصراحه وهقعد احشي بقى المحشي وورق العنب والكرنب. وطبعا احنا كلنا بنعرف نحشي، وما شاء الله كلنا ستات بيوت شاطرين. فانتوا لو حابين برضو فيديو تاني وانا بحشيه، او طريقه الحشو بتاعته مثلا او كده، برضو في مره ان شاء الله ابقى اعمله معاكم. لكن احنا كلنا ما شاء الله علينا شاطرين وبنعرف نعمل الحاجه يعني. هنا بقى بصوا الله اكبر، يتاكل ني والله. هنا بقى حشيت ورق العنب وحشيت الكرنب، كيس الكرنب حشيته كله. كيس ورق العنب فاض منه شويه شلتهم، لان حسيت انه لا يعني ما شاء الله يبقى كتير. وبرده البتنجان والفلفل والكوسه ما عملتهمش كلهم، برده حسيت ان هو كتير، فهو فاض خلطه، وشلت من البتنجان والفلفل والكوسه، وشلت كمان من ورق العنب. قلت ان شاء الله تاني يوم بقى ابقى اعملهم طازه عشان ما اسويهوش كله مع بعضه. وهحطهم بقى في التلاجة. بس قبل ما بحط الحاجة في التلاجة انا بحب اغطيها بالستريتش، علشان لا تلقط من ريحة التلاجة ولا التلاجة تلقط من ريحتها. برضو هي حرية شخصية، بس انا عن نفسي بحب اغطي الحاجة بالستريتش الاول، لازم احط استريتش كده عليها او اغلفها، او لو في حلة اغطي الحلة بصراحة. خلاص بقى هنا حرفيا كان فاضل على السحور، يعني مش قادرة اقول لكم، كان وقت قليل جدا. فوجئت ان الوقت اصلا جري بيا وعدى. يعني شوفوا الوقت المنتج مثلا في نص ساعة ده، كان خلاص كده، كان خلاص وقت السحور، وعايزة يعني خلاص اللي هو مفيش وقت، يا دوبك انا كنت بجري. وحتى عملت سحور يعني كنت عايزه احمر بطاطس ومش عارفه، قلت لا مفيش وقت خالص. جبت فلفلايه كده وطماطمايه قطعتهم في طبق، وبرضو زيهم في طبق تاني، وهقطع خيار، وقطعت الطماطمايه دي ناكلها كده جنبها. هعمل بقى فول، وهعمل بيض مسلوق وجبنه بيضه كده بطماطم وفلفل. هنا بقى بحط على الطماطم والفلفل دول، حطيت ليمونه، نص ليمونه يعني، دي خلطة الفول. واحط كمان شوية كمون وشوية ملح وهحط كمان شوية زيت. انا هعمله بالزيت، هعمله بزيت حلو كده. وفي ناس بتحبه بزيت زيتون، بس انا بحب زيت الزيتون في الاكل خالص بصراحة، ما يعني ما بستلطفوش خالص في الاكل، فلا ما بعملش اي حاجة بزيت زيتون. وهنا بقى حتة الجبنة كده، دي جبنة دومتي عادي فيتا، حطيتها كده برضو على شوية فلفل وطماطم، وهقلبها برضو، واحط شوية زيت وممكن شوية شطة صغيرين. وهنا بقى كان البيض والعيش قمرته خلاص كده. وده السحور بتاعنا، حاجة كده زي الفل، وكلنا وشبعنا وبصراحة اتلكمنا يعني. هنا بقى كوباية الشاي الجميلة دي، عايزة اقول لكم ملحقتش اشربها، لان حرفيا الفجر اذن، حتى بق المية ما شربتوش والله، ولا كلت الزبادية، يعني ملحقتش اصلا لان الفجر اذن. هنا بقى هشرب منها بقين وخلاص الفجر هيأذن، بس الحمد لله كنت شطبت بقى المطبخ وكل حاجة.
هنا بقى اقول لكم صباح الفل وصباح العسل وصباح الجمال وصباح كل حاجة على عيونكم. قمت بقى عملت كده شوية حاجات ولبست، وقلت بقى ايه ابدأ معاكم تصوير الفيديو. وده فانوس يو الجميل، بابا كان جابه لها امبارح مع الفانوس اللي جابته لها خالتها. فما شاء الله جالها بتاع 3 فوانيس كده. ربنا يا رب يبارك في اولادنا كلنا يا رب. اول حاجه بقى عملتها، قمت كده خلصت شويه حاجات بصراحه قبل ما اصور معاكم، وشغلت الغساله ونشرت وعملت كده شويه حاجات. وبعدين بقى قلت ايه اخش على المطبخ، اشيل بقى المواعين بتاعت امبارح، بتاعت بقى العركه بتاعت امبارح بقى، والسحور والتجهيز الفطار والكلام ده كله. وبعدين بقى ابدا في الفطار. ولازم اقول لكم ان انا ما ينفعش ابدا ابدا والحوض عليه مواعين كتير كده حتى لو نضيفه، لا لازم اشيلها عشان احس ان الدنيا حواليا رايقه. وكان في بقى بومبا كده خدتها بصراحة زي الفل، ان انا كنت عارفة ان انا عندي فرخة في الفريزر كنت شايلاها بصراحة. وقلت ان انا مش هطلب، لان امبارح ما كانش ينفع اطلب خالص خالص خالص، علشان ما كنتش هقدر انضف فراخ تاني. فتحت الفريزر ما لقيتهاش، افتكرت ان انا كنت عملتها. كلمت الراجل بتاع الفراخ يجيب لي، واقسم بالله كنت حاطه ايدي على قلبي لا يقول لي شطبت. برغم ان احنا كنا تقريبا الساعه 1 او 1:30 الظهر. كنت خايفه يقول لي خلاص شطبت، كنا هنعمل الاكل من غير فراخ. بس برضو نعمه الحمد لله، بس الحمد لله لقيته بيقول لي لا عندي، وجاب لي بصراحه اللي انا عايزاه. كنت غسلت بقى الفراخ وحطيت الميه تسخن، وكمان حطيت التوابل بتاعتها شويه ملح وفلفل اسود، وحطيت بصلايه ولورا. واهم حاجه بقى بتدي للشوربه طعم فظيع، هو القرنفل والحبهان، فصين وفصين. وهنا بقى كمان كنت حمرت شوربه لسان العصفور في الزبده، وحطيت ايه الشوربه بتاعتي. عايزه اقول لكم يا بنات، جالي بس تليفوني هنا والله ففصل. كنت عايزه اوريكم ان شوربه لسان العصفور بتطلع قد ايه جميله. ويا ريت يا بنات ما تغمقوش شوربه لسان عصفور، ما تغمقوش اللسان نفسه، ما تغمقوهوش. لما بيغمق بيبقى طعمه وحش كانه شايط. اديله درجه غامقه سيكه وهو بيفتح حاجه بسيطه قوي لما بيستوي، لكن ما تغمقيهوش قوي. والشوربه يا دوبك تغلي غلوه واقفلي. واعملي الشوربه قبل الفطار بفتره كافيه، علشان ما يتهريش منك. يعني سيبيه يستوي في الشوربه وهي سخنه وانتي قافله النار. بصوا بقى بيطلع مفلفل وطعمه فظيع. لما بتقعدي مشغله عليه النار عشان يستوي على النار على طول وهي شغاله دايركت عليه، بيبقى بيتعجن وبيشرب الشوربه. هنا بقى الفراخ كنت حطيت عليها صلصه كده، دهنتها صلصة وبشوية ملح وكمون، بشوية ملح وفلفل وشوية زيت، ودخلتها الفرن تاخد ايه، تاخد يعني تتشوي. انا ما بحبش الفراخ المقلية قوي، بتبقى شاربة زيت كتير، والمشوية بتبقى اخف بكتير. هنا كان خلاص كان قرآن المغرب شغال، فبقى بحط الخشاف. بصوا عايزه اقول لكم ريحته كانت طعمه فظيع. والبلح بقى معمول كده ومستوي. احسن كتير ما تعمليه بالنهار وتيجي تاكليه على المغرب، لا حلو انك تبيتيه. حتى لو هتعمليه في لبن، بيتي البلح في اللبن بينزل العسل بتاعه وبيطرى جدا. هنا بقى كنت خلاص بحط بقى الكوبايات بتاعتنا بقى وبظبطها. انا بحب الخشاف قوي، بحبه قوي. هنا بقى كنت بحب ورق العنب. انا بحب قوي ورق العنب لما يستوي اشم ريحه ورق العنب. ريحه ورق العنب دي بتبقى ريحتها جميله. وكمان بقى كنت حاطه كمان عليه وهو بيستوي دبس رمان، ومقطعه عليه كده 3 4 فصوص ثوم من فوق الوش. ريحته يا خرابي على جمالها. ولسان العصفور بقى زي ما انتم شفتوا كده تحفه تحفه، ومش متعجن ولا شارب الشوربه ولا اي حاجه. هنا بقى كان خلاص المغرب أذن، فكنت بقى باكل الخشاف. انا بحبه قوي، بحب الخشاف جدا. وخلاص هنا بقى كنت عايزه اعمل الحركه اللي هما بيقلبوا الصينيه ده. قلت لا لا تقع على الارض ونتنكد علينا على الفطار، لا يا بنتي يا هند حطيها كده بادبك وايه واخلاقك على الرخامه زي الفل. بلاش الحركات دي، انت ساعه فطار والدنيا مش محتاجه خالص ومش ناقصه هزار خالص. بلاش الهزار التقيل ده. بصوا بقى المحشي، بصوا شكله وجماله، ومش لازق في الحله ولا حتى الخضار محروق ولا شويط ولا اي حاجه. المهم جدا ان انتي بعد ما المحشي يشرب ميته توطي حاجه بسيطه قوي، توطي عليه علشان يستوي بالراحه وما يتحرقش. انا بقى بحب قوي ورق العنب. اكل الورق اللي هو بيبقى في قعر الحله مع الخضار ده، بحبه اكتر من ورق العنب، لان انا اصلا ميزه ورق العنب عندي في ورقه مش في خلطه الرز. وكمان برضو الورق بتاع الكرنب بحبه قوي، بحب يعني فضلت القط فيه كده واكله. عايزه اقول لكم بحب الورق جدا بتاع ورق العنب، والكرنب اللي هو بيبقى في الاخر ده بحبه جدا. بصوا بقى عايزه اقول لكم المحشي كان فظيع والله العظيم، وفاض منه كتير جدا برغم ان انا ما كنتش عامله الكميه كلها. صح الصايم ده بيبقى فاكر انه هياكل الدنيا كلها، وبمجرد ما بيحط حاجه في بقه الحمد لله يعني بيشبع.
هنا بقى بصوا الفراخ كانت واخده لون فظيع تحت الشوايه، وما كانتش محتاجه اي حاجه خالص، كانت زي الفل، واخده لون فظيع فظيع. انا بحط معلقتين صلصه وشويه ملح وفلفل ومعلقتين بس من الزيت، واقلب وادخلها تحت الشوايه. ولسان العصفور بقى وشوربه وسلطه الزبادي اللي انتوا شفتوها في الاول دي محمد بيحبها جنبها. وهنا بقى كنت خلاص اخدت حمام وشطبت مطبخي وروقت الدنيا كلها، وقلت بقى اعمل ايه، كوبايتين قهوه كده وكوبايه شاي ليا انا واختي ومحمد بقى، ونحط شويه حاجات كده نتسلى فيهم بقى، واقعد بعد يوم طويل من التعب الحمد لله بقى اقعد اكافئ نفسي بقى واشربهم، واصلي بقى خلاص العشاء، ولو هعمل اي حاجه تانية وكده بقى الحمد لله، كده ابقى اديت المهمه بنجاح الحمد لله. و بس كنت تعبانه جدا والله، بس الحمد لله اليوم عدى وزي الفل، والاكل كان جميل والحمد لله وانبسطت، اللهم لك الحمد يا رب. بصوا بقى الاجواء الجميله اللي عاملاها في المطبخ. وهنا بقى يبقى ايه، خلص الفيديو بتاعنا، اشوفكم بقى في فيديو جديد، مع السلامه.